مرحبا بكم مستمعي هيفي اف ام. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتاب. سنتناول اليوم كتاب الأخبار والرأي العام وتأثير الإعلام على الحياة المدنية من تأليف عدد من الكتاب هم ماكس ماكوفر، لانس هولبرت، سبيرو كيوسيس وواين وانتا، ومن ترجمة الدكتور محمد صفوت حسن أحمد. عدد صفحات هذا الكتاب 215 صفحة. في هذا الكتاب سنتناول عدة محاور وتساؤلات مهمة سنتناولها بعد الفاصل. يبدأ الكتاب بمقدمة عن ماهية الرأي العام، ثم يتناول 3 محاور. في المحور الأول يتحدث عن الإعلام الإخباري، ثم عن تهيئة المسرح المدني، وفي النهاية يتناول محور التوصل إلى الحكم. في البداية يتساءل الكتاب: ترى ما هو الرأي العام؟ يعرف الرأي العام من منظور ضيق بأنه إجابات الناس عن أسئلة منظمي استطلاعات الرأي بشأن الأمور العامة، إلا أن حقيقة الرأي العام أكثر تعقيدا من ذلك، حيث تنطوي على خليط دوار ودائم التغيير من الأفكار والمشاعر والسلوكيات العرضية، وتتدرج التأثيرات التي تشكل هذا الخليط من خبراتنا في الطفولة إلى آخر ما نجربه من محادثات، وأعظم هذه التأثيرات هو ذاك السيل من الرسائل التي نتلقاها من الأخبار اليومية. وكما هو الحال بالنسبة للمفاهيم المهمة في الاتصال والصحافة مثل الجمهور والتعرض للإعلام، فإن التوصل لاتفاق بشأن تعريف الرأي العام قد ثبت أنه أمر شاق، وإحدى السبل لسبر أغوار هذا المفهوم المعقد هي من خلال تقسيمه بمعنى تناول شقيه الأساسيين عام ورأي. فالمقصود بالعام باعتباره نقيضا لتجمع أو تجمهر هو جماعة محددة بشكل جيد لها حدود واضحة تشارك بفاعلية في حوار بشأن القضايا الرئيسية التي تؤثر على الجماعة. والهدف الأساسي للعام هو الوقوف على وفاق معقول يسمح بعمليات متنوعة لاتخاذ القرار بغية التحرك للأمام مع الحفاظ على تماسك الجماعة على المدى البعيد. والأمر المهم هو أن العام لا يتكون من فرد واحد، وبالتالي فإن تكوين الرأي العام عملية اجتماعية وتواصلية. مع التسليم بأن الوفاق هو هدف الشعب، فإن فكرة التوصل إلى وفاق تتعلق بشكل مباشر بمفهوم الرأي. فالرأي موجود داخل كل من الأفراد الذين يعتبرون جزءا من مجتمع أوسع، وكذلك على المستوى الاجتماعي الأوسع للشعب. ويمكن أن تتم مراقبة الرأي العام وجمع البيانات على المستوى الفردي والمجتمعي. وأكثر من ذلك، يتمحور الرأي العام حول قضايا آنية محددة، أو يمكن النظر إليه على أنه الإدارة الجماعية لمجتمع أو أمة بعينها. ومن المهم أيضا الإقرار بأن التوصل إلى وفاق لا يعني الاتفاق التام بشأن موضوع ما، بالرغم من أنه يشير إلى رأي الأغلبية. تتشكل الآراء داخليا واجتماعيا، فعلى سبيل المثال قد يشكل مواطن رأيا عن اقتراح معين للضرائب مبني على اهتماماته الشخصية ومصالحه الذاتية، إلا أن رأي هذا المواطن بشأن المقترح الضريبي قد تكون داخله، ولكنه تأثر في نفس الوقت بقوى اجتماعية أكبر بكثير من الفرد، ألا وهي قيم المجتمع السائدة والرؤى العالمية والتوجهات السياسية. وباختصار يمكن النظر إلى الرأي على أنه معقد ومتعدد الأبعاد. بناء على هذه المناقشة يمكن تعريف الرأي العام من منظور أوسع
على أنه وفاق جماعي بشأن الأمور السياسية والمدنية توصلت إليه الجماعات المكونة للمجتمع الأكبر، ويمكن أن تتنوع هذه الجماعات من كيانات صغيرة إلى جماعات ومجتمعات دولية ضخمة. ومن ناحية أخرى يتحدث الكتاب عن بيئة الاتصال المتغيرة، حيث يبين الكتاب أنه قد طرأت تغيرات هائلة على المشهد الإعلامي الإخباري خلال العقد الماضي. أولاً، هناك تغيرات رئيسية في الإعلام الإخباري التقليدي، حيث أن بعض وسائل الإعلام تعاني من تدهور واضح مثل الصحف اليومية والتلفزيون، كما تحاول أن تعيد تنشيط نفسها بمساعدة الإنترنت، وأصبحت وسائل إعلام أخرى تقدم محتوى أكثر تنوعاً خاصاً بالشؤون العامة، بما لها من العديد من المنافذ التي أصبحت مصدراً للمادة الحزبية، وأفضل مثال على ذلك هو التلفزيون والراديو الفضائيين. وبغض النظر عن السبب، فإن هناك تغيرات عميقة قد طرأت على وسائل الإعلام الإخباري التقليدية، وسوف تستمر هذه التغيرات حتى سنوات قادمة. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم الصحفيون التقليديون كل التطبيقات التكنولوجية الرقمية التي تقع تحت أيديهم، وذلك لنشر الأخبار. ولأن التكنولوجيا الرقمية آخذة في التوسع والتطور، فإن قنوات الاتصال التي يستخدمها الصحفيون لكتابة تقاريرهم عن قضايا الساعة سوف تزداد بشكل هائل. وهناك جدل محتدم حول الأسباب الجوهرية في كون الترفيه أصبح يشبه الخبر بشكل كبير، وكون الخبر يشبه الترفيه بشكل كبير، حيث عمل عصر التقارب الإعلامي على توحيد جميع الألوان الإعلامية التي كان ينظر إليها دائما على أنها متنافرة. وقد بيّنت ديانا موتز أنه من العبث أن نتحدث عن الاختلاف بين الترفيه والخبر في هذا المشهد الإعلامي الحالي، لأنه من الصعب جدا أن تحدد أين يبدأ الخبر وينتهي الترفيه، والعكس، وسوف يبقى الحال هكذا في السنوات القادمة، تيمنا بالإعلان الشهير عن السيارات منذ سنوات قليلة مضت: ليست هذه بيئة والدك الإعلامية الإخبارية. وفي محور آخر يتحدث الكتاب عن الاتجاهات الحديثة للإعلام، حيث أن المنظور الاجتماعي للأخبار هو أن الأخبار هي الأخبار، حيث يتدرب جميع الصحفيين على تحرير الأخبار بأساليب متماثلة، حيث يخلقون تجانسا في محتوى الأخبار في الإعلام الإخباري. ومع تطور الإعلام التقليدي وظهور الإنترنت، أخذ المشهد الإعلامي في التغير بسرعة، ولقد أشير إلى أن الإنترنت تعتبر أكثر بكثير من كونها قناة أخرى لعرض المحتوى الإخباري الموجود في وسائل الإعلام الأخرى. فالأشكال الجديدة التي تقدم على الإنترنت بالإضافة إلى المادة المتعلقة بالشؤون العامة تعكس خصائصها الأساسية كشكل إعلامي متفرد بالمقارنة بالأشكال الأخرى من الأخبار التقليدية الأخرى. ويحاول الصحفيون فهم نقاط القوة والضعف في هذه الوسيلة الجديدة وأنواع الأخبار التي يمكن أن تقدم من خلالها. إن أحد التغييرات الرئيسية التي طرأت على الصحافة بفضل ظهور الإنترنت هو المدونات، على الرغم من الجدل المتواصل بشأن ما إذا كانت المدونات تعكس شكلا حقيقيا من أشكال الصحافة.
فالمدونات تقدم عرضا مختصرا لملاحظات الكاتب أو تفصيلات بغرض الدقة قد أثارت اهتمام الكثيرين في المهنة الصحفية. أما عن الصحافة الشعبية فقد حاولت بعض المؤسسات الإخبارية زيادة اهتمام المواطنين بالصحافة الشعبية أو الصحافة المدنية، وتلقي هذه الجهود الضوء على اهتمام شعبي محدد بغرض رفع الوعي المحلي، على أمل أن يحدث هذا الوعي المتزايد تغييرا في المجتمع. ويعتقد أنصار الصحافة الشعبية أن الإعلام الإخباري عليه الالتزام بأن يذهب إلى أبعد من مجرد تغطية الأحداث وإعلام الشعب بالحقائق، بل عليه أن يمكن المجتمعات من تطبيق التغيير. على الرغم من التغيرات العديدة التي تحدث في المشهد الإعلامي، إلا أن هناك مسائل أساسية بشأن تحرير الأخبار لا تزال ذات أهمية كبرى، وعلى رأس تلك المسائل تأتي مصادر التأثير التي تشكل التقارير الإخبارية المتاحة أمام المواطنين. وأهم هذه المصادر هو روتين الصحافة الإخبارية والقيم العريقة للأخبار والإجراءات التي تحدد الحراسة. ويشار إلى أن الخلفيات الشخصية للصحفيين لها تأثير أقل بكثير على الموضوعات التي يختارونها وكيف يصوغونها، وتتشكل قرارات الحراسة هذه من خلال ثقافة المؤسسات الإعلامية ومصادر الأخبار التي يعتمد عليها، وأخيرا الثقافة الأرحب للمجتمع. لكن ما مدى الثقة في الأخبار؟ الكل يعلم أن مصداقية المصدر تعتبر عاملا أساسيا في الاتصال، ولقد تصور أرسطو أن مصداقية الخبر تتكون من 3 أبعاد: الشخصية والكفاءة والحماس. وعادة ما تتمركز هذه الأبعاد الثلاثة في قلب العديد من التقاليد البحثية، فهذه الخاصية المهمة للمصدر تتضح من محتوى الرسالة. وهناك دليل عملي على أن تقرير المستقبل لمصدر الرسالة يؤثر على المردود الشامل للرسالة. لقد ركز علم الصحافة والإعلام لعقود كثيرة على مصداقية الأخبار بخصوص عدد من القضايا الديمقراطية، حيث تم تناول قضية مصداقية الأخبار من أكثر من منظور بحثي ممنهج، حيث تستخدم بعض الدراسات البحث المسحي للتركيز على تصور الجماهير لمصداقية الأخبار، في حين تستخدم أبحاث أخرى أساليب تجريبية معينة لدراسة تأثير الهياكل البديلة للرسالة على تكوين تصورات متعددة عن مصداقية الخبر. بالإضافة إلى ذلك هناك تحليلات لأبعاد مصداقية الخبر تعكس رؤية ثقافية ناقدة، كما أن الاتجاه متعدد الأساليب الذي يبحث في مصداقية الخبر تعكس رؤية ثقافية ناقدة، كما أن الاتجاه متعدد الأساليب الذي يبحث في مصداقية الخبر قد أدى إلى العديد من النتائج البحثية التي توصف في أحسن الأحوال على أنها متفاوتة. هنا يتساءل الكتاب عن تأثير المصداقية على استخدام الإعلام الإخباري. يعتبر مفهوم مصداقية الخبر مهما بشكل خاص، لأن تصور مصداقية الخبر تنبئ بالرغبة في متابعة الأخبار، ومن المهم أن نلاحظ أن العلاقة بين مصداقية الخبر والرغبة في متابعته بحاجة لأن توضع في الاعتبار فيما يتعلق بكيفية تعريف كل من المفهومين. فقد وجد كل من واين وانتا ويوي هو أن مصداقية الوسيط الإخباري لها علاقة ضئيلة وغير ذات قيمة بالتعرض لنفس الوسيط الإخباري. على أي حال هناك علاقة وثيقة جدا بين المصداقية والثقة في الوسيط، وبالتالي هناك علاقة وثيقة بين الثقة والتعرض للوسيط. وهكذا فإن مصداقية المؤسسة الإعلامية لها آثار غير مباشرة على التعرض للمؤسسة الإعلامية من خلال وسيط الثقة.
ظهور مؤسسات إخبارية بديلة مثل فوكس نيوز، والتي تبنت نموذج الوصي في الصحافة، والتي تسعى إلى إثارة مسألة مصداقية المؤسسات الأخرى المنافسة لها. هذه القناة قد لا تجعل الناس ينظرون نظرة تقدير للصحافة. والشكل المهم الثاني من الإعلام هو المؤسسات الإخبارية الساخرة الآخذة في الازدياد، مثل ديلي شو مع جون ستيوارت وذي نيون، إذ تقدم هذه المؤسسات محتوى واضحا يظهر بعض الأخطاء في الممارسات الصحفية التقليدية. ليس هذا فحسب، بل إن شكل هذه المؤسسات يقدم رسالة ضمنية لأفراد الجمهور بأن المؤسسات الإخبارية التقليدية محط شك كبير. ولقد بدأ الباحثون في دراسة كيفية عمل هذه المؤسسات الإعلامية بالتوازي مع الإعلام الإخباري التقليدي، وكيفية تأثير العلاقة بين العديد من المؤسسات الإعلامية على المعرفة والاتجاهات وأنماط السلوك السياسية. أضف إلى ذلك القنوات دائمة التغيير، بالإضافة إلى المحتوى الإخباري المتاح على الإنترنت. ومن زاوية أخرى لقد بنيت مناقشة لجمهور الأخبار بل جماهير الأخبار، ومن جهة أخرى لقد بيّنت مناقشة لجمهور الأخبار بل جماهير الأخبار فروقا هامة بين التعرض للإعلام الإخباري والاهتمام بالإعلام الإخباري ومتابعة الإعلام الإخباري. كما أشارت إلى أن جمهور الإعلام الإخباري يصنف إلى عدة شرائح، وتعكس هذه الشرائح الأساليب المختلفة التي تعرقل بها المؤسسات الإخبارية أي محاولة للوصول بشكل فعلي إلى الجمهور، وتتحرك لعزل شرائح بعينها التي تتشكل منها قاعدة الجمهور، كل ذلك من أجل الحفاظ على الربحية. تمت مناقشة السن وعلاقته بالإعلام القديم مقارناً بالإعلام الجديد، وكذلك علاقته بظهور ما أصبح يسمى بالأخبار الملفقة أو الساخرة. وتمت مناقشة النوع، حيث وجد أن الذكور لديهم ميل أكبر نحو الأخبار الجادة، في حين تمثل النساء غالبية جمهور الأخبار الخفيفة. وكانت هناك إشارة إلى الإعلام الإخباري الخاص بالعرقيات وتصنيف جمهور الأخبار إلى شرائح عرقية. ويبدو أن نموذج الدعوة في الصحافة آخذ في الانتشار بالتوازي مع تقسيم جمهور الأخبار طبقا للحزب السياسي والجماعة الإيديولوجية. ويشار إلى أن كل من هذه الأشكال من التقسيم يمكن أن يخلق جوانب ضغط على المجتمع الديمقراطي. إن المحررين الذين يجمعون المعلومات ويكونون رواية متناسقة عن موضوع ما جدير بالتغطية الإخبارية يعتبرون رواة للأخبار الذين يتمتعون بنوع من السلطة، لأن الأخبار التي نسمعها تسمح بأن يكون لدينا إحساس بالتواصل مع الآخرين في مجتمعنا، وأن نقيم نظاما مشتركا للقيم، وأن نكون إحساسا بالقوة الاجتماعية. فالتقسيم المتزايد لجمهور الأخبار يعني أننا لا نتلقى جميعا نفس الطائفة من الأخبار. إذا لم نتلقى كمواطنين نفس الأخبار عن قضايا الساعة الرئيسية، فسوف يكون هناك تفكك في كيفية معالجة هذه الموضوعات. وليس هذا دعوة للشكل الوحيد من التغطية الإخبارية في مجتمع ديمقراطي، حيث يصلح هذا النمط في النظم الشمولية، لأن فكرة فرض الأسلوب الذي يغطي به الصحفيون خبرا معينا يعتبر مناقضا لمثولنا الديمقراطية الأساسية. ولكن علينا أن نعرف ما يضيع منا عندما يصبح جمهور الأخبار مقسما لدرجة أنه لا يتلقى الأخبار التي تشكل رأيا عاما على الأقل. وربما يكون هناك موقف وسط يسمح للديمقراطية أن تعمل بشكل جيد، وأن نعطي الفرصة لأن نقتفي أثر هذا الموقف الوسط المتوازن. وعلى أي حال فإن جمهور الأخبار آخذ في الانكماش وأكثر عرضة للتقسيم. ويبدو أن هذه التطورات لها آثار عميقة على ديمقراطيتنا. وأخيرا هناك حاجة إلى أن نفهم بشكل أفضل أن متابعة العديد من المنافذ الإخبارية المتعددة تسير بشكل متسق تؤتي نتائج مدنية جيدة. ولعل أنجع طريقة لدراسة التعرض للإعلام الإخباري والاهتمام به ومتابعته هي أن نضع في اعتبارنا متابعة الأشكال الإعلامية العديدة في آن واحد، حيث لا يمكن لنشاط إعلامي أن يعمل بمعزل عن الأنماط الإعلامية الأخرى.
كما أنه هناك حاجة لأن نتوقف عن معاملة مختلف أشكال الإعلام الإخباري على أنها في حالة تنافس فيما بينها، وأن نتبنى الرأي القائل بالعلاقات التكاملية. مستمعي هيفي اف ام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج قراءة في كتاب. دمتم بخير.